داخیانی جبورای کشتی بنابه مجلس معلومات شهیدان آهرم عفرینه وجدان مروفان و رخصتن مافی نامه تویره گرتی و تجدید گرانکری یا لسر ریبر آبو و ریحابلنوی یعنی گرتی گهان گفن اردوغان و حابلنوی یعنی دبی قرآن خیده لسر گیل گرد هیا بله دبی سردامه دا راستراز جیان و حبون ناتاو و تنگرنوی تهدید که دما کو هر مناطق بوان پیکانینا روبرو ببینه آبو خواه پرزگره که کو باندور لنر خورومت مروبی دکه جالی ادم با افن پیکرنا قانون کجهیلا پرگار دولت و جبو پرستنا کمترین مافن جباکی یا دیرو که دا حاطنا داماد راندن پیکرنا که مزنه بلا هر کس بزانه کو صبر دردور تجدید و سپاندرا کل سر تی گوشرس ریبر سردن عبدالله اوجلان و رهابان نوی تی کرن لیده برجاندیا شرخازی آندایا کلتی جبی گلی کنکوشی و پرکرن زیداتر بکن شبر ویا که خازایی کو کرن وی گلی ببرخودان بوشیواز جدا برسل بدن و خواب پاریزن لسر وی بانگی کپانی آنو یا برخودان و دوباره کرنا بانک آوان آل رای گشتی بشوطاندر الله شوان هری داویجی شهید واسی تاش و محمد آکارن کجبو دوزا خواه یا مافدار و ریبار خواه ین جرشگر فدا کرنه بالا خواه بدنه که اف وکا پیام و بانکا دوژن ترین شرشگری دوژن جرای گشتی یا دموکراتیک را جبر بیا که اما که انتام مجلس معلومات شهیدان ین هرم عافل نوشابای بانک لگن رجرات نابی و همو گل جهان و همو رخصل نولتوی ین که بفارستنا مافی گل کرد را تیگردار دکن جبا کان جبو آزادی فیزیکی آرمار آبو و ریحابال هوی دنگ خواه برند بکن و جبو چرستری یا پرگره که کرد و همو پرگره که کل هرم جهان ین ده هرم ایما و جهان جبو یک کرن آزادی یا عدالتا جواکی جبو چراسریه که آتل بخابتن او خودکرنا ذهنیت دموکراتیک آنو جان دلابا همو گرانده إلى رأي العام العالمي باسم مجلس عوائل الشهداء إقليم عفرين إلى ضمير الوجدان الإنساني والمنظمات الحقوق العالمية إن الشدة والعزل المفروضة على القائد آبو ورفاقه في مراكز الاعتقال وتهديدات أردوغان وأعوانه في هذه المرحلة على الأمة الكردية إنما يهدد بشكل مباشر الحياة والوجود فناء للأمة في هذا العصر عندما تواجه أي أمة ممارسات كهذه بحد ذاتها قضية تبث القيم والكرامة الإنسانية ومن جهة أخرى هي خرق فادح للقوانين التي وضعتها الأنظمة الدولية لحماية أدنى حقوق مجتمعية معروفة عبر التاريخ فليعلم الجميع إن للصبر حدود حول العزل والتجريد المطبق بحق المناضل القائد العسر عبد الله اوجلان ورفاقه انما يصب في مصلحه دعاة الحرب للارتكاب مزيدا من المجازر والابادات بحق ابناء هذه الامه، لذلك من الطبيعي لابناء هذه الامه الرد والدفاع عن نفسها عبر المقاومه وباشكال مختلفه، واعتبار ذلك النداء بحمله جديده من المقاومه وتكرار لندائهم الى الراي العام عبر حرق ابدانهم واخرهم كل من الشهداء ويسي تاج ومحمد آكار فداء لقضيتهم العادلة وقاداتهم الثوريين، علما هذه بمثابة رسالة ونداء من أرقى ثوار العصريين إلى الرأي العام الديمقراطي. لذلك نحن أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين والشعباء نناشد شعوب الشرق الأوسط وكل شعوب العالم وكذلك كل المنظمات العالمية المعنية بحماية حقوق المجتمعات أن ترفع صوتنا عاليا من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو ورفاقه والعمل على إيجاد حلول عادلة للقضية الكردية وكل القضايا العالقة في منطقتنا والعالم لترسيخ الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الذهنية الديمقراطية العصرانية بين كل الأمم. الموت للفاشية الإرهابية التركية وأمثالها. عاشت أخوة الشعوب الذين يناضلون لأجل الحرية والديمقراطية. عاش القائد الأممي القائد آبو. المجد والخلود للشهداء الأبرار 16/1/2023. بيجي برخدانا كيرينا. بيجي
برخوردانا گریلا پیشی برخوردانا آمده پیشی برخوردانا آمده پیشی برخوردانا ابرالی پیشی برخوردانا